يعني يا جماعة، ما شاء الله اللهم بارك، في 3 دقايق هنعمل مع بعض الطواجن الرهيبة دي. عايزة اقول لكم لذيذة وان شاء الله تنول اعجابكم. الاول نسمي الله وندخل في الموضوع. في طاسة على النار هنحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي، عليها معلقة كبيرة من الزيت. هنسيبهم لغاية ما يسيحوا وننزل عليهم بقطع اللحمة المتقطعة مربعات صغيرة ونديها الصدمة التمام. بلاش هنا تستخدمي أي زبدة لأن الزبدة هتتحرق منك، لأن هي هتقعد فترة طويلة على النار ومش هيكون أحلى طعم لوصفتنا. مجرد ما تبتدي تاخد قطع اللحمة لون من تحت هبتدي أقلبها. قبل كده اوعى تقلبيها لأن هتبقى أولا طعم مش حلو، المية هتنزل مش هتكون أحسن حاجة. هكذا بقى في كل كمية اللحمة اللي عندك لغاية ما تخلصيها. بعد كده شايفين البهاريز الحلوة دي بقى، هننزل عليها بإذن الله ببصلاية كبيرة كده مفرومة ناعم. ولو بتحبي تقطعي البصل جوليان مفيش مشاكل. انا هنا نزلت بنص البصلاية، هتلاقوني دلوقتي هوب نزلت بالنص التاني. اول ما تبتدي ريحتها تطلع، احنا هنا بقى مش هنعتمد على لونها لان لونها اوريدي خد من لون البهاريز. فاول ما تحسي كده ريحتها بدات كده تبقى يعني حلوه، خلاص انزلي بقى بالطماطم والفلفل اللي هتكوني برضو مقطعاه صغير. بطاطسية بقى كبيرة عندك، مثلا فاصوليا خضراء، بسلة، جزر، الخضار اللي عندك حطيه. اعصري عليهم ليمونة، ايوه ليمونة بجد. تابعوني للاخر، هم 3 دقايق من وقتكم بس بجد. كل دقيقة فيهم تكاية ملهاش حل. حطي البهارات اللي هي معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وسكر وشوية خل. هقلب الكلام ده كله مع بعضه. واول ما يشكشكوا كده هنزل بقطع اللحمه بتاعتي اللي انا اديتها صدمه. هقلبهم تقليبه حلوه مع بعض كده، ودقيقه واقفل النار. هجيب بقى ورق فويل اقطعه على قد الطواجن بتاعتي، وهقول لكم ازاي. تحطي عليه ورق زبده كده علشان الورق نفسه ما يكونش ملامس للخضار واللحمه، وحطي جواها الطاجن وحاولي تشكليه على الطاجن من بره، وبعدين دخليه من جوه هيتشكل معاكي بسرعه من غير ما يعذبك. هنجيب بقى اللحمه بتاعتنا. انا صراحه كمان حطيت كركم وحطيت تقريبا نص كوبايه ميه، لاني عايزه اكون عامله شويه صوص تقيل كده، احطه على كل طاجن كده على الوش عشان يدي لون حلو للبطاطس وطعمه حلوه للحمه. اهم شويه صغيرين دول. هعمل كده في كل الطواجن. ولو حابه تعملي الكميه دي في طاجن واحد مفيش مشاكل خالص، كمان الوصفه دي تقدري تعمليها في الكيس الحراري. دخلتها الفرن في درجه حراره 200 لمده ساعه ونص، حسب طبعا قطعيه اللحمه بتاعتك. انا كنت مستخدمه السن وهي بتستوي بسرعه، انت كنت الحاجات دي كلها بتستوي بسرعه. انما لو مستخدمه حاجه بتاخد وقت، انت بقى ايه، اكشفي عليها وشوفي استوت ولا لا. انا شخصيا شايفين المنظر، اللحمة بتدوب دوب يا جماعة بجد رهيبة. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. بجد لا لا يعني بجد الواحد عايز ياكل تاني منها، ملهاش حل. يلا بقى ما تنسوش اللايك والشير. ألف هنا وشفا عليكم، أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.